بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. حبيت نطلع عليكم فيديو جديد وراح يكون من الكوزينة. فيديو تاع اليوم برعاية الطبخ. درت زوج طبخات ولا زوج أكلات، وأكيد كل وحدة كانت في نهار، وحبيت نشارك معكم موضوع بزاف مهم ومشكلة يعانيو بنها بزاف نساء، ونقدروا نقولوا كامل نساء. قبل ما نبداو في الموضوع نتاعنا لنهار اليوم، راح نحكي لكم لمدة دقيقة على المشروع نتاعي. اكيد كما قلت لكم في فيديو سابق، بديت مشروع نسيج اليدوي زور تاع الاطفال بخيط البافي التركي. نخدم الزورة على حسب طلب الزبونة، هي اللي تخير اللون والتصميم. يعني تحب نحط فيها مثلا قلوب ولا اسم الطفل كما قلنا، ولا ندمج شحال من لون مع بعض. واكيد تخير المقاسات، يعني الطول والعرض اللي يناسبوها، يعني نصممها حسب ذوقك انتي. بلا ما ننسى نقولكم على واش لازم تخيروا هذه الزورة بالذات. اولا منسوجة بخيط يتميز بملمس ناعم جدا وامن للاطفال. الزورة تاعو تجي خفيفة بزاف وفي نفس الوقت دافية، حاصل على شهادة الإيكو تكست، يعني الخيط موافق للمعايير العالمية لتضمن خلو المنتج من المواد الكيميائية الضارة والصبغات السامة اللي تسبب الحساسية وتهيج البشرة للرضيع. وهذا الخيط لا يتساقط، يعني ما يخرجش منه هذوك الشعيرات الدقيقة اللي تسبب ضيق التنفس ولا تزعج الأطفال عند كي نحطوا الزورة نتاعنا على وجوههم. يعني هذه مش مجرد زورة عادية، هذه إحساس بالأمان ولمسة حنانة وذكرى الدوم. هدفي من هذا المشروع نفرح كل أم ونكون جزء صغير من أجمل لحظات أطفالكم. اللي حابة تشوف الموديلات ولا الخدمة اللي خدمتها وبزاف تصاميم راني حاطتهم في صفحتي على الانستغرام بيبي فلاور شي. نحط لكم الرابط تاعها في أول تعليق مثبت. واي وحده حابه تستفسر ولا تكوموندي تبعث لي في صفحتي على الانستغرام في الخاص، واكيد راح نجاوبكم كامل وحده بوحده. ودركا نرجع الموضوع نتاعنا اللي هو كيفاش نتغلب على الكسل ونولي امرأة قوية ومنظمة في حياتها. اول حاجة لازم نعرفوها، الكسل يبدأ من العقل ماشي من الجسم. وش معناها يبدأ من العقل؟ يعني تفكير الزائد، الخوف من الفشل، عدم وضوح الأهداف، كامل هذو في عقلك يخليوك تقولي خليني قاعدة علاش نتعب روحي بلا فايدة. ذوكا المرأة اللي ما عندهاش أهداف، ما عندهاش طموح، ما تسعى لوالو، أكيد راح تكون كسولة. ومن هنا نعرفوا بلي أول حاجة تخليك تحاربي الكسل هو أنه يكون عندك هدف بسيط يومي تنوضي وتسعي تحققيه في أي مجال، مجال ديني، مجال العلاقات، مجال التطوير، مجال الاعتناء بالنفس وإلى آخره. يعني اعترف بالمجالات اللي تقدري تحددي فيها أهداف بسيطة، تقسميها الأهداف يومية، كل نهار يكون عندك هدف تسعي أنك تحققيه. ثاني حاجة، نظامك اليومي هو اللي يصنعك. وش معناها؟ معناها إذا يومك كان عشوائي، حياتك تبقى عشوائية وبدون فايدة، وأكيد راح يديك هذا للكسل. أما كي ديري روتين يومي بسيط، مثلا قال الصباح النوض، عندي ترتيب المنزل، عندي الطبخ، عندي قراءة القرآن، نص نهار مثلا عندي نطيب ولا نطوي الملابس، ندير مثلا ماسك، في المساء عندي 2 سوايع ولا ساعة ونص نحقق فيها هدفي اللي في المجال اللي حددته، وندير العشاء. بهذه الطريقة يكون عن بالك النهار واش راح ديري فيه، يعني مقسم، ووقت كل حاجة باين وقتها، يخليك إنسانة منجزة ماشي كسولة. يعني يكون عن بالك واش راح ديري كل ساعة عندك فيها إنجاز. ثالث حاجة، لازم تفرحي نفسك، لأنه الكسل اللي تحسيه قد يكون بسبب حزن في داخلك. شحال من مرة تفيقي من رقاد ما عندك حتى رغبة ديري حتى حاجة، يعني تحسي كل حاجة حديريها ثقيلة، حتى أبسط الأمور. بزاف ايامات نظناكي من هكا. وهذا إذا ما كانش السبب نتاعو مرض، فأكيد السبب نتاعو راح يكون نفسي، يعني تراكمات نفسية هي اللي تخليك عاجزة عن العمل. عليها قلت لك لازم تديري حوايج في نهارك تفرحي بيهم نفسك، مثلا طيبي ماكلة تحبيها،
تقراي قرآن، ديري ماسك، تعتني بروحك، ديري مشروب تحبيه، تسمعي المواعظ الدينية، تسمعي الناس الناجحة والمنجزة واللي تحفزك، تثقفي روحك، تخرجي وتروحي بلاصة تحبيها إلى آخره من الأشياء المفيدة اللي تفرحي بها نفسك وتبدلي بها المزاج نتاعك، يخليك الغدوة من ذاك حتكوني إنسانة منجزة. رابع حاجة لازم تقعدي مع نفسك وتفهمي روحك وش هو اللي ناقصك وش هو السبب نتاع هذا الكسل. قاعد يقولك إذا عرف السبب بطل العجب. مثلا مرة تقول أنا كسولة وما ندير حتى حاجة في نهاري، من الناس اللي تشوفها من برا يقولك علاه هي كسولة، هي عندها الوقت، عندها الدار، ما عندها حتى عذر للكسل هذا. بينما هي كي تقعد مع روحها وتسقسي نفسها السؤال علاه أنا راني كسولة، أكيد راح تلقى سبب الكسل نتاعها وش هو، وباش تتغير لازم تحوس على حل. خامس حاجة لازم تبني شخصية منضبطة، لازم تدربي روحك، تحطي برنامج يومي ليك وتحطي المهام اللي لازم تقومي بها. كامل المهام اللي حطيتيهم لازم هذاك النهار تنجزيهم، يعني كل نهار تحطي له مهام وتنجزيهم. وهنا المهام اللي حتحطيهم لازم يكونوا تحطيهم على حسب طاقتك، ما تحطيش مهام بزاف كثر من مجهودك، يعني هكاك مستحيل تقدري تنجزيهم. حطي مهام، مثلا قال انا عن بالي في القدرة تاعك تقدري تنجزي 5 مهام يومية، نحط 5 مهام من بيناتهم، يعني اهم 5 مهام لازم نديرهم في نهاري. مثلا عندي نطيب، عندي التنظيف، عندي قراءة القرآن، عندي هدف تاعي ولا شي راني نسعالو، وعندي مثلا عندي خرجة مثلا. هذو 5 مهام، خرجة مهمة ثاني، نحطو غير 5 مهام مهمة ننجزهم في نهاري، نقسمهم على الساعات ننجزهم في نهاري. هذه الطريقة راح تخليك منضبطة على الإنجاز، يعني كل نهار تعرفي روحك باللي أنجزتي. كي تحطي قلنا هذوك المهام في نهارك وتنجزيهم وتكمليهم، تحسي نفسك منجزة وتغلبتي على الكسل، ويوم بعد يوم راح تتعودي على الإنجاز، وراح تولي بدل 5 تولي ديري 6، وبدل 6 تولي ديري 7، وهكا راح تولي إنسانة بزاف نشيطة ومنجزة. سادس حاجة ديما كيما نقولكم أكبر عدو ليك هو الهاتف. كوني صريحة مع روحك، شحال من ساعة تضيع في التيك توك، انستغرام، فيديوهات بلا فايدة، وهذا هو السبب الحقيقي للكسل. لازم تحبسي من التصفح العشوائي وديري أهداف وش لازم تشوفي في نهارك، يعني ديري هدف كل يوم تشوفي فيديوهات طويلة. أولا نركز، لازم الفيديو يكون طويل، يكون مفيد، يعني في المجال الطبي، في مجال العلاقات، في المجال الديني، في المجال تربية الأطفال، في المجال تطوير النفس. يعني عطا الله القنوات والمجالات اللي قادرة تتصفحي فيهم. راكي تخدمي في شغلك وراكي تسمعي في حوايج مفيدة يزيدوا فيك. يعني لازم نوجه رواحنا ونعرفوا وش نسمعوا ونستغلوا التكنولوجيا لفايدتنا ماشي ضدنا. 7 حاجة وآخر حاجة هي بدلي طريقة تفكيرك. إذا دايما تقولي لروحك أنا فنيانة وأنا ما نقدرش، راح تبقي فنيانة. بصح إذا قنعتي روحك باللي انتي قاعدة تتعلمي تنظمي حياتك وقلتي لنفسك أنا كل يوم راح نحسن من روحي شوية، أكيد راح تتغيري للأحسن. الكسل ما يروحش ضربة واحدة، يروح خطوة بخطوة صغيرة كل يوم، يعني يروح خطوة بخطوة. يعني كل يوم ديري خطوة صغيرة وديري حاجة، وغدوة ديري حاجة، تبدلي اليوم يعني ديري حاجة وغدوة ديري حاجة وتبدلي حاجة، كل يوم إنجاز صغير. بعد شهر راح تشوفي روحك تبدلتي كامل. ورسالة ليك، انت قادرة تكوني امرأة منظمة وناجحة وتفخر بروحها، بصح لازمك قرار تبداي اليوم ماشي تأجلي الغدوة. وحبيت كل وحدة سمعت الفيديو للآخر جاوبني على هذا السؤال، وش الحاجة اللي دايما تأجليها وحابة تبداي فيها اليوم؟ كل وحدة وصلت الفيديو تاعي للآخر جاوبني على هذا السؤال باش نعرف شكون راهو يكمل فيديوهاتي للآخر.
هذا هو كان الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اللي عجبها المحتوى وحابه مواضيع تستفاد منها اكثر تشترك في القناه، وما تنساوش ديروا لي جام وتخليوا لي تعليق جميل كيما قلوبكم، وتجاوبوا على سؤالي، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس العزاز عليكم باش يستفادوا وعائلتنا تكبر. وما بقى لي غير نقولكم دمتم في امان الله وحفظه.